يا غازي انا بطلب من ولد عمك القصيده اللي احبها، هذيك اللي فيها كلام ثمين. وش هي بس وش هي؟ هذيك اللي تقول فيها يا صاحبي مو انا اللي اترك اللي تحديت الظروف. اسمع كلامي وش اقول من فمي. مو انا اللي تتركني بين الخناجر والسيوف. سيوف الظروف تحدث يا مصاص الدمي انا بدوية. عرفتها؟ ايه يقول يا حرفي اللي ضاع ما بين الدفاتر والرفوف. الله الله. اللي رسمتها من تناهاتي ومن حبل قلمي. ضحيت لاجله في حروف وقمت لاجله في حروف وصبرت لو النار من فوقي ومن تحته. اقدمي يا صاحبي اللي علشانك تحديت الظروف. اسمع كلامي زين وافهم ايش اقولها من فمي. ما هو انا اللي تتركه بين الخناجر والسيوف وتمص دمه بين خلق الله يا مصاص الدمي. انا بدويا ما سكن في الوقت مسكانه. الضعوف اتبعها وبالي وسير عند دوديه. واغني صمتي يدلني وفي ومسوي فيك معروف وصبري يدلني من زحول الصناديد. انتمي طوفتها لجل خاطر عين ولا ما تطوف ولا انت مهما زاد وزنك وزن يطرح كل سمي يقوم اللي تذبحون الحين قدرنا للضيوف. وش رايكم في اللي يعشيني من اوصاله الحمي وقفت لهم وجلسوا وجلست له ناس وقوف غرد بخيره والفشك في محزمه في محزن. الله 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 صح لسان.